وقد تحدى الله عز وجل من وقفوا وطعنوا في كتاب الله على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم على أن يأتوا ب10 سور، وتحداهم على أن يأتوا بسورة، وتحداهم على أن يأتوا بآية، وكان موقفهم العجز التام أمام هذا، وتعظيم الكتاب المبين وتلاوة القرآن وتحسينه والخشوع عند قراءته وإقامة حروفه في التلاوة والذب عن الدفاع عن تأويل المحرفين، خاصة التصديق بكل ما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى، تفهم علومه وأمثاله، الاعتبار بما ذكره القرآن من مواقف الأمم السابقة، العمل بمحكمه، التسليم لمتشابهه، البحث عن عمومه والدعاء. هذه كلها ما يسمى بالنصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. القبل القليل من النصيحة لكتاب الله أن نحافظ على حلقة المسجد بين مغرب وعشاء، أن نتلو جزء من كتاب الله عز وجل، أن نقف عند آيات الله تبارك وتعالى في القراءة، في الصلاة، في البيت. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديق جميع رسالات الرسل والأنبياء بجميع ما جاء به، وطاعة الأنبياء والرسل في كل ما أمرونا ونهونا عنه، ونصرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء وأمواتا، ومعاداة من عاداهم، وموالاة من والاهم، موالاة من والاهم، إعظام حق الرسل في أنفسنا وتوقيرهم وإحياء طريقتهم وسنتهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين، إجابة دعوتهم ونشر العلم والدعوة ونفي السلام عنهم. هذه كلها التأسي والتأدب والتلطف والإمساك عن الكلام بغير علم، هذه كلها من النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونة هذا الإمام الوالي اللي هو رئيس الدولة أو تمام رئيس مجلس الوزراء، هؤلاء هم أئمة والوزراء بما فيهم، فالنصيحة لهم معاونتهم على الحق، أن نعينهم على الحق ونطيعهم ونأتمر بأمرهم وننبههم ونذكرهم برفق ولطف، وأن نعلمهم بما غفلوا عنه، وتبليغهم عن حقوق الناس. هذه من النصيحة لأئمة المسلمين. وحرمة الخروج عليهم بالسيف والسلاح واضح، وترك الخروج عليهم بالسيف، وتأليف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم، وأن ندعو لهم بالصلاح، وهذا ما يعني نلمسه من خطباء المساجد في يوم الجمعة والدعاء لأئمة المسلمين، وأن الله يجمع بهم الشمل ويستخدم الإسلام إلى غيره. نعم، وهم الإنسان صالح يأمرهم بالخير ويحثهم عليه. أما النصيحة لعامة المسلمين وهم ما دون الولاة وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، يعني نستعمل محاضرة، لمن نستعمل خطبة، لمن نستعمل درس، لمن نستعمل نصيحة، لمن نتربى، لمن ننصح، لمن دائمة لعامة المسلمين. من أجل ماذا؟ إرشادهم لما يصلحهم ويصلح دنياهم وآخرتهم، وإعانتهم عليها، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، أي الفقر والفاقة. إن أمكن لأحدنا أن يسد فقر وطاقة أخيه فهذا من أعمال الخير والبر والصلاح، وهذا من النصيحة لعامة المسلمين. ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، اتفق عليهم، توقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وتخولهم بالموعظة
تخولهم بمعنى تعهدهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن نحب لهم لبقية عموم المسلمين ما نحب لأنفسنا من الخير، وأن نكره لهم ما نكرهه لأنفسنا، وأن ندافع عن أموالهم وأعراضهم وغير هذا من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرنا من أنواع النصيحة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يشبه شيء من كلامه ولا يقدر على أن أحدا من الخلق، فقد تحدى الله عز وجل من وقفوا وطعنوا في كتاب الله على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم على أن يأتوا ب10 سور، وتحداهم على أن يأتوا بسورة، وتحداهم على أن يأتوا بآية، وكان موقفهم العجز التام أمام هذا، وتعظيم الكتاب المبين وتلاوة القرآن وتحسينه والخشوع عند قراءته، وإقامة حروفه في التلاوة، والدفع عن الدفاع عن تأويل المحرفين، التصديق بكل ما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى، تفهم علومه وأمثاله، الاعتبار بما ذكره القرآن من مواقف الأمم السابقة، العمل بمحكمه، التسليم بمتشابهه، البحث عن عمومه والدعاء. هذه كلها ما يسمى بالنصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. القبل القليل من النصيحة لكتاب الله أن نحافظ على حلقة المسجد بين مغرب وعشاء، أن نسلو جزء من كتاب الله عز وجل، أن نقف عند آيات الله تبارك وتعالى في القراءة، في الصلاة، في البيت. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديق جميع رسالات الرسل والأنبياء بجميع ما جاء به، وطاعة الأنبياء والرسل في كل ما أمرونا ونهونا عنه، ونصرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء وأمواتا، ومعاداة من عاداهم، وموالاة من ولاهم، موالاة من والاهم، إعظام حق الرسل في أنفسنا وتوقيرهم، وإحياء طريقتهم وسنتهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين، إجابة دعوتهم ونشر العلم والدعوة ونفي السلام عنهم. هذه كلها التأسي والتأدب والتلطف والإمساك عن الكلام بغير علم، هذه كلها من النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونة هذا الإمام الوالي اللي هو رئيس الدولة أو تمام رئيس مجلس الوزراء، هؤلاء هم أئمة والوزراء بما فيهم، فالنصيحة لهم معاونتهم على الحق، أن نعينهم على الحق ونطيعهم ونأتمر بأمرهم وننبههم